النهاردة هعمل كيكة طرية وهشة بمكونات موجودة في كل بيت. تابعوا معايا الوصفة وما تنسوش لو عجبتكم تعملوا لايك للفيديو، وكمان تشتركوا في قناتي وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا إشعار بكل فيديو جديد أنزله. هنا المقادير هتكون عبارة عن 4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، فانيليا، كوباية من السكر. هنضربهم بالمضرب لحد ما لونهم يبقى فاتح. بالشكل اللي احنا شايفينه ده. وبعدين هبتدي انزل بكوباية من الزيت، زيت نباتي، هنزل بيه واحدة واحدة. وبعدين هضيف كوباية من الحليب اللي هو اللبن عندنا هنا في مصر، طبعا في الدول العربية بنقول عليه حليب. هنضيف الحليب، طبعا هيكون بدرجة حرارة الغرفة او ممكن يبقى دافي شوية، ونخلط المكونات كلها مع بعض كويس جدا. وبعدين بقى هبتدي بقى ان انا اجيب الدقيق متعدد الاستعمال، كوبايتين من الدقيق. هنزل الدقيق كده على مرتين، هضرب كده لحد ما الدقيق يختفي خالص، وهنزل بالمرة التانية. طبعا هستخدم السرعة الأولى من المضرب، يعني مش السرعة السريعة التانية، السرعة الأولى من المضرب علشان خاطر مديش فرصة للهواء انه يخرج من الكيكة. هنا دي معلقة من البيكنج باودر، انا بستخدم الكيك شيف، بيدي نتيجة حلوة قوي للكيك. هنا بقى هجيب الصينية بتاعتي هدهنها بزيت، هدهنها كويس جدا من الأطراف علشان خاطر لما رش السمسم يمسك في الأطراف، في أطراف الصينية كويس جدا. هجيب بقى شوية حلوين كده من السمسم وهرشهم بالشكل ده. نكتر بقى شوية كده علشان ايه يبقى باين في الكيكة. نخلي بالي ان اطراف الصينية كلها تبقى مغلفة بالسمسم. هبتدي بقى ان انا اضيف الكيكة فيها كده، وهدخلها في الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة 35 دقيقة أو 40 دقيقة على حسب الفرن بتاعنا. ونخلي بالنا لازم نكون مشغلين الفرن قبل كده علشان خاطر الكيكة ما تهبطش مننا. بس كده الكيكة بتاعتنا اهي طلعت شكلها جميل، قد ايه جميلة وهشة ولذيذة جدا.
جربوها تعجبكم. متنسوش تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في قناتي وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا اشعار بكل فيديو جديد انزله. والى اللقاء في فيديو جديد.